تحياتي وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. بصباح اليوم من كأس العالم شفنا قمة كروية عربية عم تجمع بين الجزائر والأردن، مواجهة انتهت بانتصار جزائري بعد ما كان متأخر بالنتيجة. بحلقة اليوم رح أحكي عن اللقاء وشو صار فيه، بس قبل ما فوت بالتفاصيل لا تنسى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة تحت، وخلونا نفوت بالتفاصيل. بمباراة من أكثر مباريات كأس العالم إثارة، قلب المنتخب الجزائري تأخره قدام الأردن إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1، وخطف انتصار كان بأمس الحاجة إله حتى يبقي على آماله بالتأهل للدور القادم من كأس العالم. بينما انتهت المغامرة التاريخية للنشامة من دور المجموعات بطريقة مؤلمة. الأردن كان قريب كتير من تحقيق أول فوز مونديالي بتاريخه، لكن خبرة محاربي الصحراء وضغطهم المستمر بالشوط الثاني قلب كل شي بالمباراة، وحول الفرحة الأردنية إلى خيبة أمل كبيرة. من البداية دخل النشامة المباراة بثقة كبيرة، واعتمدوا على التنظيم الدفاعي والهجمات السريعة بقيادة موسى التعمري وعلي علوان، بينما فرض المنتخب الجزائري أسلوبه المعتاد من خلال الاستحواذ والضغط العالي، مع تحركات كانت موجودة لرياض محرز وأمين قويري وإبراهيم مازا. ورغم أنه الجزائر كانت الطرف الأفضل أغلب فترات الشوط الأول، فإنه الأردن عرف كيف يستغل فرصته، وبينما كانت السيطرة جزائرية نجح نزار الرشدان بدقيقة 39 بتسجيل هدف تاريخي منح النشامة أول تقدم إلين بتاريخ مشاركاتهم بكأس العالم. والأردن راح للاستراحة متقدم بهدف نظيف، رغم أنه مجريات المباراة كانت عم تميل بشكل واضح لصالح المنتخب الجزائري. ومع بداية الشوط الثاني رفعت الجزائر من النسق الهجومي بشكل كبير وبلشت تضغط من كل الجهات. هون ظهر الحارس يزيد أبو ليلى بصورة بطولية، وتصدى لأكثر من فرصة خطيرة، أبرزها كانت تسديدة من إبراهيم مازا، بالإضافة لعدة كرات ثابتة نفذها رياض محرز ليؤجل هدف التعادل لفترة طويلة. لكن مع الوقت بلش الإرهاق يبين على لاعبين الأردن، وتراجع الفريق بشكل مبالغ فيه. هذا الشيء سمح للجزائر بفرض حصار كامل على منطقة الجزاء، وبعد ضغط طويل ومستمر نجحت الجزائر أخيرا بكسر الصمود الأردني بالدقيقة 69، لما نفذ رياض محرز ركنية متقنة ارتقى لنزير بن بوعلي وحولها برأسية رائعة للشباك. الهدف رجع المباراة لنقطة البداية وأعطى دفعة معنوية كبيرة لمحاربي الصحراء، بينما كان واضح انه الأردن عم يعاني بدنيا وما عاد عنده القدرة انه يطلع بالكرة او يخفف من الضغط الجزائري. الهجمات الجزائرية استمرت، ومع ركنية جديدة استغل أمين قويري غياب الرقابة داخل منطقة الجزاء وسجل هدف الفوز بآخر الدقائق ليقلب المباراة رأسا على عقب. المنتخب الجزائري فرض سيطرته على الكرة بنسبة 70%، ونجح انه يفرض ايقاعه بالمباراة، خصوصا كان بالشوط الثاني موجود أكثر. تحركات محرز بين الخطوط ودخول مازا للعمق بالإضافة للنشاط الكبير اللي كان موجود من بوعلي وقويري، كل هي العوامل سببت مشاكل مستمرة للدفاع الأردني. بالمقابل دفع الأردن ثمن التراجع الكبير بعد الهدف وعدم القدرة على الاحتفاظ بالكرة، إضافة للمعاناة الواضحة بالتعامل مع الكرات الثابتة، وهي النقطة هي اللي حسمت المواجهة بالنهاية. ورغم الخروج المبكر من كأس العالم، قدم المنتخب الأردني مشاركة محترمة جدا بأول ظهور مونديالي بتاريخه، وأثبت أنه بيستحق التواجد بين كبار العالم، خاصة بعد الأداء القوي يلي ظهر فيه أمام النمسا والجزائر. أما بالنسبة للجزائر فرجعت آمالها وحظوظها بعد الخسارة الأولى أمام الأرجنتين، ووصلت للنقطة الثالثة لتبقي مصيرها بين دياتها قبل الجولة الأخيرة. وبين ما كان الأردن عم يحلم بكتابة واحدة من أجمل القصص العربية بالمونديال، اجت الجزائر لتخطف الأضواء وتأجل أحلام النشامة وتعيد إشعال حلمها من جديد بالوصول للأدوار المتقدمة من كأس العالم. هون نحن منوصل لنهاية حلقتنا، بتمنى تشاركونا آرائكم بالتعليقات تحت، تضغطوا على زر اللايك، تشتركوا بالقناة، تفعلوا جرس التنبيهات لأنه مهم، وتشاركوا الحلقة عند كل أصدقائكم. ودمتم بخير، والسلام عليكم.